السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن صحه واحسن احوال، يكون خفيف وظريف على قلوبكم. اكيد البنات عرفتوني من المنياتور شنو غادي نصوب في هذا الفيديو. غنصوب طويجن ديال اللحم بالصفرجل، وغادي نصوب الريش بوند اللي كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنا خديت واحد الكميه ديال اللحيمه، وخديت واحد التشريطه ديال البصله، ودرت فيها شويه ديال الزعفران، شويه ديال الابزار، شويه السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال المليحه والزيت. وخليت اللحيمه كتقلى حتى تشربت مزيان، وعاد زدتها لميها وشديت عليها. هنا البنات خديت السفرجل نقيته في الحامض، يعني الحاجه اللي نقيتها كنديرها في الحامض باش كيبقى في هذا اللون، ما تيوليش كحل. هانتوما هذا هو الماء اللي نقيت فيه السفرجل باش كيبقى في هذا اللون، ما تيوليش كحل. نتوما عارفين السفرجل غير كنقشروه تنحيدو يدنا منه تيولي كحل. صافي هنا كنخلي السفرجل تيتسلق مزيان حتى يدخلوا الطياب مزيان مزيان، ماشي غنخليه حتى يهبط عاد نطفي عليه. هنا البنات اللحيمه طابت تبارك الله، وخمسه هاد الخمس اللي غادي نخليها تقلى، ما غنكتفيش غير بهاد المريقه، يعني غادي نخليها تزيد تقلى شويه وتشرب. وهنايا راني خديت السفرجل من بعد ما طاب. هنايا نتوما كتشوفوني راه نحاول نقيسو بالسكين، كنشوف واش طايب ولا ما طايبش، ولكن عرفتي تبارك الله طاب زبده. ولكن ما تخليوش يطيب بزاف، حيت مع التعسيله ما يتعلق لكم بزاف الا خليتوه يطيب. خليوه غير واقف هكا على هذا الشكل وصافي. خديت تقريبا واحد نص كاس ديال الماء اللي درت فيها شويه نص معلقه ديال الخرقوم، او معلقه صغيره ديال القرفه، وجوج معالق كبار ديال سنيده. ودرت هكا الخرقوم. البنات تقولوا لي علاش درتي الخرقوم؟ غنقول لكم الخرقوم هو اللي تيدير داك اللوين في السفرجل اللي تيجيبو بحال اللي مذهب ملي كيتعسل، تيجي بنين، وهانتوما غادي تشوفوا معايا في الفيديو كي كيجي. صافي من بعد ما درت هاد التوابل كنحاول نقلب ونشقلب داك السفرجل ونخليه حتى تيتعلق مزيان ويولي معسل. كنبقى نحركو هكا، كنهزو ونحركو نهزو ونحركو. المهم البنات انا كنشارك معكم اي حاجه درتها لوليداتي ولا اي خريجه خرجت كنشاركها معكم. صافي هنا السفرجل راه تعسل، شوفوا تبارك الله كيفاش جا زوين. شوفوا التعسيله ديال السفرجل، حيت ملي كديروا الكميه قليله ديال الماء تيجي حدو قدو ديال التعسيله. وشوفوا داك اللوين اللي عطانا في السفرجل. ايوا هذا هو الطاجين البنات، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. اكيد راه كلشي تيبغي السفرجل. السفرجل هذه هي وقيتو، استغلوه. والسفرجل زوين ومنفعه للذات. هنا البنات هانتوما كي كنصب معكم داك المريقه من بعد ما تعسلات، انا راه ما خليتهاش توقف بزاف، لا يعني خليتها غير شويه، درتها تقلى وخليتها وصافي. وكنصف السفرجل هكا على هاد الطريقه. بغيتو تحطوه، المهم الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه ديال الانسان، يعني كل واحد وكيفاش بغى يقدمو. انا غادي نقدمو بشويه ديال الزنجلان من الفوق، وانت بغيتي تقدميه هكا ما تقدميه بلا زنجلان قدميه، بغيتي تقدميه وترفقي معاه البيض السمان قدميه. المهم الطريقه ديال التزيين كتبقى اختيار ديال الانسان. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات كنستف هاد الطاجين هكا على هاد الشكل. كنتمنى منكم اخوتي الله يجازيكم بخير اللي دخلت معايا لهنا دعمني بداك البسمه ودعمني بالتعليق الزوين بحالها. الله يطلع درجتكم اخوتي. راني محتاجه لهاد القناه ديالي بزاف، محتاجه لها. راني مهما خرجت كنصور ومهما خرجت نبين وجهي، راه الا محتاجه لهاد القناه. تخيلوا معايا خوتي، راه من هضرت هاد القناه عرفتي شحال من عام تخلص منها جوج المرات، وماشي شي خلصه 16000 ريال 16000 ريال، يعني 800 درهم 800 درهم. هذا ما كان البنات. صافي هذا هو الطويجن اللي قدمت معاكم في الاول. شوفوا كي كيجي معسل وتيجي بنين. وحتى داك المريقه ديال التعسيله الا بغيتو تزيدوها فوق هاد السفرجل كتزيدوها. انا ما زدتهاش. صافي تبارك الله جا معسل، خليته هكا على هاد الطريقه. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم. وهانتوما خليكم مع الفيديو، راه مازال الفيديو طويل ومازال غنقدم معكم ريش بوند.
وهنايا هاد الكيكه اللي خدمتها اللي صوبتها لوليداتي للكوتي. كيف ما قلت لكم في اول فيديو، هاد الفيديو هذا كل نهار شنو دوزت فيه. عجنت الخبيزه، صوبت العصير اللي ديما كنصوب معاكم، طيبت الغديوه ديالي، طيبت الكوتي، طيبت شويه ديال الريشبوند كيبغيوه الوليدات هكا كيشربوه في العشيه مع اتاي ولا مع حليبه ولا كنفطروا به. المهم ريشبوند عندي المفضل لوليداتي كيحماقوا عليه. المهم هذه هي الكيكه، ها نتوما شوف كنقسمها معكم، جات تبارك الله. وإلا بغيتوني نشاركها معكم نشارك الطريقه كيفاش درت صوبتها، خليوا لي في التعاليق نشارك معكم اي حاجه، اي وصفه قلتوها لي نشاركها معكم، نشاركها مع خوتي العزاز. هادشي اللي كاين، حيت نتوما كدعموني واقفين معايا، والله يخليكم ليا، والله يكبر بكم، والله يطلع درجتكم. هادشي اللي كنتمنى، اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى انه يوفقني في هذه القناه. صافي هانتوما كيف ما شفتوا تبارك الله الكيكه كي كتجي منفوخه وفيها داك الشكلاط حبيبات من الداخل، كتجي ما شهيتكم البنات. هذه مع كويزداتاي بركه، ما غنديروا حتى حاجه، غنديروا كويزداتاي وهاد الكيكه وخبيزات وزويدنات وداك الشيء، وغادي نحطوا صافي مريره هكا، كيكه مريره بغرير، مريره حريشه بالجبن والزيتون كل مره وكل نهار ورزقوا. كاين نهار اللي كاع ما كنديروش الكوتي، كاع ما كنديروهش، حيت صافي كنكتفيو غير بهاد بالغدا. الا كان الغدا زوين ومعطل داكشي علاش. هنا غادي نصوبوا ريشبوند. هنا البنيته ديالي الكبيبره هي اللي كتصوبها. تقريبا غادي نديروا هنايا واحد 6 ديال البيضات كيف ما شفتوا، دارت جوج ودابا هادو جوج وراهم جوج غادي ديرهم عاوتاني. هنايا البنات هاد ريشبوند هادي ديما راني شاركاها معكم في القناه، الا بغيتوا تدخلوا تشوفوا الوصفه ديالها والطريقه بالتدقيق، راني دايره فيديو غير ديالها. هذا الفيديو عاوتاني انا عاودته بغيت ندخلو معكم. صافي هنا كندير قبيصه د الملحه، اي وصفه جيتي تصوبيها كديري واحد القبيصه د الملحه وصافي. انا درت تقريبا 2 كيسان ديال سنيده، وهنا غادي ندير تقريبا عاوتاني كذلك 2 كيسان الزيت، 2 كيسان من الحاجه، 2 الزيت، 2 ديال السنيده، 2 خمالات، 2 فاني. هنا راه مهم البنات راه كتعرفوا الوصفه، وريشموند معروف محبوب الجماهير، يعني كلشي تيبغيه وكلشي كيصوبو، ما كاينش اللي ما تيعرفش يصوب ريشموند. صافي هنا ما كنديرش هادشي في القصريه وتنخلطو بيدي، بغيتي تخلطيه بيديك خلطيه بيديك. المهم انا باش نستغل الوقت غادي نطحنو بالخلاط الكهربائي، غنطحنو حتى يولي على شكل البوماد، عاد نخويه في القصريه. كيف ما كتلاحظوا انا راه كنقطع الصوت، وانا ديما راه بزاف ديال البنات كيقولوا لي علاش ما كتخدميش الصوت الاصلي في الفيديو. كيكونوا خوتي بعد شي فيديوهات كنحطهم لكم بحال الفيديو ديال لابيسين حطيته لكم وضربوه ليا بالكوبي رايت عرفتي شي 6 المرات وانا كنمسحو ونعاود نردو، نمسحو ونعاود نردو، نمسحو ونعاود نردو. علاش ما تيبغيوليش داك الموسيقى ديال الاطفال، وما كيبغيوليش الموسيقى ديال اللي تندير، ولا تيكون شي موسيقى مطلوقه ما قبلهاش اليوتيوب. عرفتي شحال من مره كنمسحو نعاود نردو، نمسحو نعاود نردو تنمونطيو في التالي دخلت منه الصوص ديالي. صافي هنا البنات من بعد ما طحنت هذا الخليط هذا صافي كنحطو في الكسريه على هذا الشكل. صافي وكندير واحد المعلقه ديال المربى، تقريبا واحد 2 معالق. انا تنقول لكم تقريبا، هاد تقريبا راه ديما فمي، ما هي راه 2 معالق راه 2 معالق راه 2 كيسان راه 2 كيسان، غير هذاك تقريبا ديما كتكون في فمي. المهم يقبلوا على الفيديو وصافي. انا كندير واحد الحامضه اللي تنحكها ما كنوصلش للابيض، هي داك الصفوريه، وكندير هاد الناطه ديال الحامض، الناطه د الحامض، داك النكهه د الحامض اللي كنديرو في مبرده، اللي كنديرو في العصائر، اللي كنديرو حتى هي كتجي واحد المذاق فيه ما نقولكمش، بحال اللي تقولوا معصرين الحامض فيها، كتجي بنينه وكتجي هشيشه. وصدقوني جربوا هاد النكهه ديال الحامض هادي، جربوها وديروها في هاد ريشبوند وردوا عليا. صافي تنخلط هاد الشيء كامل، كندخل مزيان داك المقادير اللي حطيت في الاخر، وكنبقى ندير الدقيق تدريجيا.
وغتقولوا لي الكميه ديال الدقيق. انا هنا الدقيق ما عرفتش بالضبط شحال دخلت لي. الدقيق تيختلف النوعيه ديالو، يقدر يدخل لك كيلو، يقدر يدخل لك جوج، يقدر يدخل لك، المهم تقريبا واحد الكيلو ديال الدقيق دخل، حيت ما عبرتش، ولكن الغالب هاد المقادير كيدخل كيلو. وإلا كان عندك الدقيق تيشرب غادي يدخل لك اكثر من كيلو. اذا كان كيشرب بزاف غادي يدخل لك قل من كيلو، ماشي اكثر، قل من كيلو. فلهذا ما النوعيه ديال الدقيق كتختلف. داكشي علاش ما قدرتش نقول لكم الدقيق بالضبط شنو دخلت لي. انا دخلت لي تقريبا كيلو ما كاملش. صافي تنبقى هكا كنخلط حتى نحصل على العجينه الكافيه. وما بينه وبين الدقيق تندير الخمارات اللي غادي تشوفوني باش ما ننساهمش. هنا راه زربت لكم الفيديو البنات باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كيف ما كتشوفوا انا درت جوج خمارات. هنا راه كنبقى كندير الطحين تدريجيا وما كنكملش الكميه كلها في الوسط، عاد كندير داك جوج خمارات باش ما كيخمروا ليناش في يدينا. نتوما عارفين الصهد والحراره كلشي ولا تيهبط بالخميره. صافي هنا كيف ما شفتوا العجينه التغسوغ ديالها كتكون يعني ما بين وبين، ما تكونش خفيفه بزاف باش ما تسيحش حيت راه فيها الخمارات، وما تكونش قاصحه باش ما تجيش قاصحه بزاف. هنا كتجي هشيشه. هذا هو القوام اللي خاصها تكون فيها ريشبوند. والناس اللي محبوبين ديال الريشبوند ديال هكا راه كلشي تيعرف المقادير ديالها والطريقه. صافي هنا نحاول الكميه كنجيب كميه قياس واحد، يا اما ديروها بالميزان يا اما ديروها هكا في يديكم، يعني عبار في يديكم تشدوا العبار بيديكم. انا راه بعض المرات كندير الميزان، بعض المرات كنشد القياس. هانتوما شوفوا تبارك الله كي كتجي شيشه وكيجي اللون موحد ديالها. شوفوا تبارك الله على الشهوه البنات. هانتوما راه مازال ما وعاد الا تخشات في الكونفيتور عاوتاني تزيد تهشاش. الا كان داك الكونفيتور دافي ماشي بارد كتجي تهشاش. هنا خديت واحد الكميه ديال الكونفيتور ديال الحلوى اللي كيكون شويه جاري ماشي قاصح، وكندير فيه واحد الكميه ديال الزهر حتى هو. صافي وكنبقى نخلط هكا وتنبدا نهز وحده بوحده. هنا راه ما غنلصقش البنات ريشموند مع وحده، لا هنا راه درتها كبيبره شي شويه اللي غادي نخلي غير ريشموند وحده. كتجي واعره وكتجي زوينه كيف ما غادي تشوفوا معايا. ها نتوما راني كنهز لها حبه بحبه. وبغيتو تلصقوها الا عجبتكم، انا بحال هكا المنظر. الا بغيتو معنا هكا في الحطه وداك الشيء غير وحيده بركه، حيت راه تبارك الله جات كبيبره، ماشي كبيبره بزاف، ما جاتش صغيره، المهم جات موين، ما غتصلحش تلصق معاها وحده بوحده. ولكن نتوما الا كتبغيو وحده ملصقه مع وحده ديروها. انا راني ما درتش وحده ملصقه مع وحده، صافي اكتفيت غير بوحده هكا بوحديتها. صافي غنكمل الكميه على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا هكا حتى نسالي الكميه كلها البنات ديال الكوك. راني ديجا محطه معكم الفيديو ديال ريشبوند خاص بريشبوند، نتمنى تدخلوا تشوفوه، ونتمنى حتى هذا الفيديو هذا يعجبكم ويلقى اقبال عندكم اخوتي. شوفوا تبارك الله كي كتجي حبه حبه كتجي منظر زويون. هنا راه درتها معكم هنايا على ما تبرد شويه، عاد نستفها في الطاسه ونخليها. صافي هنا الوليدات كيبغيو يفطروا بها، كيبغيو نديروا بها الكوتي، كنبغيو صافي هذه حتى العشيه عاد صوبتها مع داك الكيكه عاوتاني مع داك الشيء تبارك الله وخمسه د الخمس. وكان هذا هو الفيديو البنات. كنتمنى منكم البارطاج، الله يجازيكم بخير والله يطلع درجتكم. راني كنطلبكم، راه اقسم بالله العلي العظيم راه القناه ديالي نزلت بزاف، وبالفضل ديالكم نتوما غادي تطلع، وبالفضل ديالكم نتوما راه غادي نطلع ان شاء الله باذن الله، وبفضل الله سبحانه وتعالى. راه كلشي كيجي مع الله سبحانه وتعالى من بعدكم، من بعد الله كيكون نتوما كتكونوا السند ديال المحبوبات الجماهير اللامياء. ونخليكم مع هذا الفيديو وانتظروا فيديو ان شاء الله.